تمثال الملك العظيم رمسيس الثاني. يا كان نفسي اقابله في الحقيقة. انت بس اللي قابلته يا يحيى، صح؟ ايه؟ تعرف ان رمسيس هو اكتر ملك له تماثيل في الحضارة المصرية القديمة؟ طب تعرف انه من اكتر الملوك اللي حكموا مصر، او كيمت زي ما المصريين القدامى كانوا بيسموها؟ اكيد قال لك كل ده، ها؟ احنا لحد دلوقتي مش فاهمين احنا هنا ليه وانت عايز ايه. معاك حق، فرحتي بيكم نستني كنت عاوزكم في ايه. انت عارف يا يحيى، احنا بينا حاجات مشتركة. انت عندك كلمة سر، وانا عندي سر كبير. الاتنين بيكملوا بعض. نقطة القوة اللي عندك مع قوتي كنز. الكنز ده لو قدرنا نستخدمه صح، كل حاجة هتتغير، كل حاجة يا يحيى. هو ايه اللي ممكن يتغير؟ انا مش فاهم حاجة. ممكن توضح كلامك اكتر من كده يا دكتور عجيب؟ كيمت كانت منارة حقيقية للعلوم في العالم القديم يا يحيى. رجال العلم والكهنة في مصر القديمة صنعوا من عواصمها ومدنها وجهة عالمية لكل المهتمين بالفن والعمارة والثقافة والطب. طيبة، منف، أون وغيرهم، عواصم ومدن اتبنت على أرضها أعظم حضارات الدنيا. هيرودوت وأفلاطون وغيرهم من كتاب وفلاسفة العصور القديمة زاروا مصر وكتبوا عنها كمان. مين دول يا أستاذ عصام؟ هيرودوت وأفلاطون كانوا من أهم فلاسفة العالم القديم في الحضارة الإغريقية، وفعلا زاروا كيمت وكتبوا عنها. كل دول كتبوا عن العجائب اللي مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. أهرام ومسلات منحوتة من صخور عنيدة، وتماثيل دقتها عدت دقة التماثيل اللي في العصور المتقدمة. ومن ضمن العجائب دي الأساطير اللي اتقالت على الحضارة المصرية. التاريخ غير الأساطير. الأساطير عمرها ما كانت حقيقية. الأساطير يا يحيى زي ما فيها الخيال والمبالغة، ممكن لو دورت كويس وركزت وتفكيرك كان مختلف عن تفكير باقي البشر هتلاقي فيها جزء من الحقيقة. هو احنا في درس تاريخ؟ الكلام ده كلام عام ومش مفهوم منه حاجة، وأكيد أنت مش جايبنا هنا عشان تعرفنا قيمة كيمت. لا، هقول لك عايزكم في ايه.